قال وزير الغابات ووسائل الإعلام إبراهيم ينقلي اليوم الاثنين إن رجال الإطفاء في تركيا يكافحون حرائق الغابات التي أججتها الرياح العاتية في إقليم إزمير بغرب البلاد لليوم الثاني على التوالي. وأكد أن حرائق الغابات في منطقتي كيوكك ودوجنبي بإزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح التي بلغت سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، وجرى إخلاء 4 قرى وحي. وقال ينقلي للصحفيين في إزمير إن طائرات الهليكوبتر وطائرات إطفاء الحرائق وغيرها من المركبات وأكثر من 1000 رجل إطفاء يحاولون إخماد النيران، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وأظهرت لقطات لوسائل الإعلام فرق الإطفاء تستخدم جرارات مزودة بمقطورات مياه وطائرات هليكوبتر تحمل المياه، بينما تتصاعد أعمدة الدخان فوق تلال وأشجار متفحمة. واجتاحت حرائق الغابات المناطق الساحلية في تركيا خلال السنوات الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف، ويأتي هذا الحريق ضمن سلسلة من حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات تركية في الأسابيع الأخيرة وسط موجات حر وارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد، ما ينذر بموسم حرائق مبكر هذا العام. ونقلت جريدة زمان التركية عن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي قوله إن عدد الحرائق التي اندلعت في تركيا وصل إلى 150 حريقا خلال الأسابيع الماضية، يربطه العلماء بتغير المناخ.